باش اي وصفه تقضي لينا داكشي اللي باغيين نزيدو في الوزن ديالنا كيف ما كنتمناو وكنحلموا. راه ضروري ما نكونوش كنعانيو من شي نقص في الجسم ديالنا، يعني نقص اما من الحديد او من فيتامين دي او بزاف ديال المعادن. الا كان نقص ديالنا الا كان نقص عندنا فصعيب اي وصفه ما يمكن لهاش تدينا الغرض المراد طبعا. لهذا الوصفه اليوم فهي معالجه بالدرجه الاولى، وايضا غادي نحصلوا على جسم ممتلئ كما كنحلموا به، وايضا خالي من الامراض. الوصفه اليوم سهله ومبسطه، ممكن تكون روتين يومي ديالنا، يعني تناوليها كل نهار نديروا هذا الروتين لصحه جيده وسليمه وايضا لجسم ممتلئ. السلام عليكم. ندوزو باش نتعرفوا على مكونات الوصفه ديالنا اليوم. مكونات مهمه البنات، ويعني طبيعيه كما غادي تشوفوا معايا، وان اللي اهم في الوصفه انها غنيه بزاف د الحوايج اللي يعني ما كنتعاطاولهاش يوميا، فلهذا انا دخلتهم الوصفه ديالي اليوم. واول عنصر غنبداو به الا وهو زريعه الكتان البنات. يمكن استخدام بذور الكتان كعلاج تكميلي لموازنه الهرمونات، يعني الناس اللي عندهم الهرمونات مخربقه ما مقاداش، وذلك لاحتوائه على خصائص مشابهه لهرمون الاستروجين. ايضا فوائد بذور الكتان للدوره الشهريه، بحيث كيساعد في تنظيم الدوره الشهريه وتحفيز عمليه التبويض. كيقلل ايضا تناول بذور الكتان من الاعراض اللي ممكن تصيب في سن الياس او انقطاع الطمث وعدم توازن الهرمونات. يعني حتى الناس اللي كيوصلوا لمرحله سن الياس او هي فاش كتنقطع الطمث فهو مفيد لهم هاد زريعه الكتان. اما عن العنصر الثالث الا وهو الزنجلان السمسم باللغه العربيه، فهاد السمسم من الفوائد ديالو اللي ممكن نحصلوا عليها فاش كناكلوه هي بانتظام تعزيز صحه القلب وجهاز الدوران، بسبب غنى هاد البذور ديال الجنجلان بالمغنيسيوم الهام لخفض ضغط الدم، يعني الطونسيون كيعدلو كيرجع مقاد. كما ان محتوى هذا السمسم اللي هو الجنجلان غني بالالياف وكيساعد على مكافحه الكوليسترول، وكيقلل ايضا من فرص الاصابه بتصلب الشرايين والجلطه القلبيه. ايضا المكون الثاني الا وهو النخاله. نعم النخاله فهو مصدر غني بالالياف اللي كيساعد في علاج الامساك، الناس اللي عندهم عسر الهضم ايضا، لانه كيمتص الماء اللي موجود في الامعاء والمعده ايضا، وداك الالياف يعني اللي غنيه بها فكتزيدنا في الوزن، خصوصا الى ضفت لها شي حاجه اللي هي حلوه على سبيل المثال مثل العسل. اما المكون الرابع الا وهو الفواكه الجافه كما كتشوفوا امامكم. الفواكه الجافه فهي يعني غنيه عن التعريف انها كتزيدنا في الوزن، وايضا كتعطي الجسم ديالنا واحد الطاقه اللي هي هائله، بحال الزبيب بحال اللوز بحال ايضا الكركاع. يعني الفواكه الجافه بصفه عامه كل واحد على حسب يعني الاستطاعه ديالو. انا هنا يعني دخلت غير الزبيب واللوز، فهادو مهمين خصوصا لان الزبيب كيعطينا الطاقه كيف ما قلت وكيزيد في الوزن ايضا. بعد ما تعرفنا على يعني الفوائد المهمه نتاع هاد المكونات، غندوز دابا لتحضير الوصفه ديالي، الوصفه المسمنه وايضا الصحيه. غناخذ تقريبا 2 معالق ديال النخاله، غنزيد عليها ملعقه كبيره ديال بذور الكتان وملعقه ايضا ديال الجنجلان،
البنات الجنجلان خصو يكون مغسول ومنقي وما يبس في الشميشه او في الهواء. المهم ضروري من الغسيل. اما زريعه الكتان فلا داعي، غير تمسحوها بشي زويف فقط للتخلص من الغبار. زدت ايضا الفواكه الجافه اللي عندي، الزبيب واللوز. وضروري يا البنات من اي ياغورت يكون بطبيعه الحال محلى. اما الناس اللي يعني كيعانيو من السكري او مرض السكر فممكن يعني تكتفيو بدانون دون سكر. صافي هادشي اللي كاين البنات. غنحاول دابا بهاد الطريقه كما غتشوفوا دغيا غندمج هاد الخلطه ديالي. غنكب كامل محتوى الياغورت. انا فضلت هاد النوع لان كيعجبني بزاف، كيعجبني المذاق ديالو زوين. وانتم اي ياغورت محلى ممكن تستعملوه في الوصفه ديال اليوم. كما كتشوفوا غنخويه كامل وغادي نبقى نحرك بهذه الطريقه اللي غادي تشوفوا باش كيندمجوا لي العناصر وما كتبقاش ديك النخاله يعني كما بغيتو الا بغيتو تقولوا بحال اللي كتندمج ليا، يعني كتجي سهله حتى في الاكل وكتجي زوينه. هاد الوصفه اليوم اصلا بنينه البنات، زوينه مغذيه معالجه وايضا مسمنه بالنسبه للناس اللي بغاو يحصلوا على الوزن الزائد. صافي بهذه الطريقه غنبقى نخلط حتى تدمج ليا كلها العناصر. المكون الاخير البنات اللي غادي انا يعني فضلت نضيفوا لهاد الوصفه ديالي، خصوصا كما قلت لي التسمين. اما الناس اللي ما باغيش يزيدوا في الوزن، باغيين غير صحه متوازنه وباغيين يكون يعني ما عندهمش نقص حتى في شي ماده، فيكتفيو غير بديك الخلطه. انا هنا فضلت نزيد واحد الملعقه د العسل. هذه بالنسبه للناس اللي باغيين يزيدوا في الوزن، هي ملعقه فقط. حاولوا تختاروا شي نوع زوين ديال العسل. صافي وغنزيد ندمج الخلطه ديالي ديال اليوم بهذه الطريقه فقط. وليكن هذا يعني هذه الخلطه روتين يومي، روتين يومي. يعني راه ماشي صعيبه بزاف البنات. النخاله ممكن تحصلوا عليها. غتشري واحد شويه ديال بودر الكتان، شويه الجنجلان، شويه ديال الفواكه الجافه وتخليوه على جانب. كل نهار غتحضروا الوصفه، راه ماشي غادي تحضروا الوصفه تاخذوا منها كل نهار غير شويه، لا، غتاخذوا هذه الوصفه كامله في اليوم. 2 معالق ديال النخاله، معلقه ديال زريعه الكتان، وملعقه ايضا ديال الجنجلان، شويه ديال الفواكه الجافه على حسب داكشي اللي موجود ولا استطاعه، ياغورت طبيعي او محلى، وشويه د العسل. بنينه البنات، بنينه، كتجي غزاله ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وانا متاكده غادي تجيكم بنينه وزوينه وغتكون الروتين اليومي. علاش؟ باش تضمنوا الصحه وسلامه الجسم ديالكم. وتاني حاجه غتزيدوا في الوزن كما كتمناو. ثالث حاجه غتعوضوا النقص اللي ممكن يصيب الجسم يعني من فيتامين دي، لان راكم عارفين الجنجلان والمنافع ديالو في فيتامين دي في طبيعه الحال مع التعرض لاشعه الشمس. هادشي اللي كاين البنات في الوصفه ديال اليوم. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم الوصفه ديال اليوم. وانا في انتظار التعاليق ديالكم بطبيعه الحال. واي يعني وصفه بغيتوني نقدمها مرحبا و100 الف مرحبا. واللي جرب الوصفه يقول لي يعني كي جاتو وبالصحه والراحه كما قلت مقدما. والى فيديو لاحق ان شاء الله نقول لكم وكالعاده دمتم في رعايه الله. السلام عليكم أحبائي حبيباتي.